بالصدق بالصدق ضغطك على ضغطك النت مفتوح. وشو وصلك وشو صح مرة خلاص والله هون ما ينفع مش طاولة سائل خفيف. بيان إلى الرأي العام. نحن هيئة أعيان شمال وشرق سوريا، ومن خلال متابعتنا للتطورات والأحداث الجارية في الشرق الأوسط عامة وفي زينورتي جنوب كردستان خاصة من تحشدات عسكرية تثير لدينا الكثير من المخاوف والقلق لما ستؤثر مستقبلا على الوضع الكردي خاصة ودرب مكتسباته في جنوب كردستان العراق والأجزاء الأخرى ومكتسبات جميع شعوب المنطقة، وستكون بمثابة خطر على تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والتي حققت السلام والتعايش السلمي بين مكوناته وعلى الوضع السوري عامة. ونرى أن هذه التطورات والتحشدات لا تخدم سوى الأجندة التركية بإعادة أمجاد الهيمنة العثمانية من خلال حزب العدالة والتنمية واحتلال أراضي دول الجوار. لذلك نرى في هيئة الأعيان ضرورة التحكم إلى العقلانية والحوار لحل الخلافات، ونستذكر تصريح السيد مسعود البرزاني بأن الاقتتال الكردي كردي خط أحمر، آملين من الأطراف المعنية والقوى الكردستانية والقوى الدولية التحرك وفق منطق مصلحة المنطقة وشعوبها بما يخدم القضاء على الإرهاب والاستبداد. هيئة أعيان شمال وشرق سوريا، قام شلو 22/4/2020.